محمد حليم مدير فني نادي حرس الحدود. كابتن محمد اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي سيادتك؟ الحمد لله بخير والله. بالتوفيق يا فندم، وان شاء الله رحله موفقه مع حرس الحدود. يا رب ان شاء الله، دعواتك ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. حضرتك طبعا اهلي ليها، وحضرتك يعني من اول حرس الحدود ما بدا والناس شافته في الدوري كان بوجود حضرتك معاهم. الحمد لله طبعا، اتمنى طبعا يكون موسم تكمله موسم على خير ان شاء الله، ونعمل حاجه ان شاء الله نادي حرس الحدود تبقى حاجه مميزه، ونرجعه مره ثانيه لمكانه الطبيعي ان شاء الله. بقول لحضرتك كان اول تدريب النهارده لحضراتكم؟ النهارده لسه هيبدا ان شاء الله، هيبدا التدريب بعد المغرب ان شاء الله. طيب طمنا يا فندم، اخبار الحالات عندكم؟ في حاجه لا قدر الله ولا الدنيا تمام؟ لا الحمد لله، ما احنا عملنا المسحه الاولانيه الحمد لله كلها كانت سلبيه، المفروض عملنا المسحه الثانيه امبارح. المفروض منتظرين، احنا مش عايزين نبدا الا منتظر النتيجه ان شاء الله، يعني احنا بنأخر التمرين على قد ما نقدر، لان النتيجه هتبان خلال الساعه ولا ساعتين الجايين ان شاء الله، وان شاء الله تطلع نتيجه سلبيه ان شاء الله. جميل يا فندم. يعني تاني مسحه اتعملت النهارده ولا امتى؟ يعني عملناها امبارح منتظرين النتيجه النهارده. تمام يا فندم، تمام ان شاء الله. حضرتك يا فندم مع عوده الدوري ولا تأجيل ولا بدايه دوري جديد؟ والله بص، احنا اللعيبه ريحت 110 يوم، يعني وقت كبير جدا. انا من ساعه ما انا بقالي 25 سنه في الكوره، عمري ما خدنا فتره الراحه دي. لما كنا بناخد 15 يوم كنا بنطير وبنفرح وبنقول احنا خدنا فتره راحه. تمام. ف 110 يوم دي بيلزمهم فتره اعداد مميزه عشان الناس ترجع لحالتها مره ثانيه. دوائين قدروا يرجعوا، لان انا حاسس ان برضه لما يرجعوا هيبقى فيه طبعا في دروب كبير. فانا اعتقد ان احنا مش مستعجلين على الوقت، احنا بقينا 18 مباراه يعني هتلعب معنا كده، هتلعب كل 3 ايام وكل 4 ايام ماتش، هيبقى في ضغط كبير جدا، فلازم فتره الاعداد كويسه عشان اللعيبه ما تتصابش. انا اعتقد ان يبقى في اصابات كتيره جدا، اصابات كتير بغض النظر عن كورونا. طبعا كورونا ربنا يشفي ويحمي الناس كلها طبعا. هيجي لك ان كنت في البيت او كنت في الملعب او كنت في اي حته. صحيح يا كابتن. لازم تاخد اجراءاتك الاحترازيه. احنا بنتكلم عن فتره الاعداد وعن الراحه اللي خدتها اللعيبه، ياخدوا راحه كبيره جدا. فلازم ياخدوا فتره اعداد كويسه عشان يرجعوا لحالتهم مره ثانيه بشكل كويس، لان انت كده هتلعب الدوري ده، وبعدين معنى كده تلعب كل 3 ايام ماتش زي ما قلت لحضرتك، بعد كده هتلحم في الدوري الجديد. كل ده فتره اعداد قليله جدا، مش بتعدي 40 يوم. طيب يا فندم، حضرتك شايف ان فتره الاعداد المفروض تبقى قد ايه دلوقتي؟ نعم، حضرتك شايف فتره الاعداد المفروض دلوقتي تبقى قد ايه؟ الفتره حاليا فتره الاعداد الطبيعيه اللي هي بيقولوا فتره الاعداد المميزه من 10 ل 12 اسبوع. انت كده احنا لما قعدنا في اجتماع اتحاد الكوره مع المدربين، احنا قلنا يعني عشان مراعاه للظروف اللي احنا فيها للحاله اللي احنا فيها والوقت الضيق اللي احنا فيه، احنا طلبنا 6 اسابيع، وهم وعدونا ان هم هيوفروا الفتره دي ان شاء الله، بحيث ان نبدا 15/8 الدوري ان شاء الله. يا كابتن. بس سؤال اخير، بتكلم عن تدعيم الفريق، هل حضرتك طلبت من الاداره تدعيم الفريق؟ والله احنا بنحاول نعمل فرقه يعني ان شاء الله مش تقدر تعمل حاجه الفتره ديت، لان انت معاك اللعيبه هي بتاعت اكيد يا فندم، اكيد بتاعت اول الموسم. انت ربنا يعدي الفتره دي على خير. احنا طبعا بنكلم ناس وكده، وان شاء الله في سبيل تدعيم يعني انا باصص اكتر للعيبه الممتاز به، لان انا شايف ان في منجم لعيبه كويسه جدا في الاماكن دي، وسعرها معقول مناسب. فان شاء الله هنحاول نعمل صفقات، اتكلمنا مع ناس ونحاول نعمل صفقات كويسه ان شاء الله، ربنا يكرمنا بيهم ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمد. تمنياتنا لحضرتك بالتوفيق، وان شاء الله نشوف حرس الحدود في مكانه الطبيعي اللي احنا شفناه قبل كده من زمان. شكرا يا كابتن. نرجع